ناس كتير جدا بيكون عندها مشكلة في تقطيع وتخزين وتفريز الكرنب. هقول لكم ازاي تعملوه بطريقة سهلة جدا، وكمان هنحشيه مع بعض بخلطة فعلا حكاية ان شاء الله تعجبكم جدا. واقول لكم ازاي طريقة التسوية الصحيحة بتاعته علشان ما يطلعش معجن او يطلع واحدة مستوية وواحدة لا. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش لايك وشير، وتنزلي على قناتي على اليوتيوب عشان تشتركي في القناة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها مع بعض التسبيكة بتاعتنا او الخلطة. نص كوباية من الزيت وبصلة كبيرة وفصين من التوم المفروم. أول ما ريحتهم تبتدي تطلع بالشكل ده، ريحة جبارة، هنبتدي ننزل بلتر من عصير الطماطم أو كيلو يعني من عصير الطماطم معصورة كويس، مع معلقة كبيرة من السكر. تمام، معلقتين من الصلصة لو الطماطم مش حمرا قوي زي كده. هنسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع نفسهم. نحضر بقى الخضرة بتاعتنا، نغسلها كويس جدا، معلقة من الخل، شبت وبقدونس وكزبرة، ونقطعها صغير جدا. تمام كده. هنحضر بقى الرز بتاعنا. لاحظتوا محطتش توابل خالص على الصلصه. الرز بقى كوبايتين من الرز المغسول، حطيت عليهم بقى ملح وكمون وكزبره جافه وبهارات وتوم باودر وشطه، وتبلت الرز كويس جدا. والخطوه دي فعلا خطيره، دي اللي بتجيب ريحه المحشي لاخر الشارع، بجد خطيره. بحط بقى الخضره بتاعتي بالشكل ده، وابتدي انزل بالصلصه بعد ما اتسبكت. شايفين ده قوام الصلصه وده لونها بالظبط اللي انا عايزاه. هقلب كويس جدا. وتعالوا بقى بينا نشوف بقى العظمه بتاعتنا. والكرنبايه، الكرنبايه بنجيبها بالشكل ده، ما تكونش تقيله ولا خفيفه، وتكون مغلفه بالحاجات الخضراء اللي عليها الكتير دي. بشيل الراس بتاعتها بالشكل ده بالسكينه. في طرق كتير جدا لتقطيعها، عملت معاكم قبل كده طرق كتير، بس الطريقه دي تقريبا اسهل طريقه للتقطيع. هبتدي اشيل الاوراق بتاعتنا بالشكل ده. شايفين؟ هحضر بقى ميه مغليه في حله مناسبه، عليها معلقه من الكمون، وابتدي انزل بكل كده يعني 3 4 اوراق من الكرنب، وابتدي ان انا اسلقهم. انا مش عايزه السلقه قوي، انا يا دوب عايزاه بس كده دقيقتين على النار، واقلبه على الناحيه التانية. يعني عايزه تمسكي الورقه بعد ما تخلصيها تبدا كده تشد معاكي، ما تكونش مهريه. تمام. احنا ما بنغسلوش بعد المرحله دي يا جماعه، احنا بنهويه بس زي ما انتوا شايفينه كده. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. حاولوا ما تغسلوهوش عشان طبعا ما يضيعش بقى الفايده بتاعته، وما يضيعش كمان الكمون اللي احنا حاطينه. هبتدي اخد بقى ورقه ورقه بالشكل ده، واشيل الجزء ده. الجزء ده ما بنرميهوش على فكره، انا هقول لكم بعمل فيه ايه بعد كده. ببتدي الف رول واقطعه مقاس الصباع اللي انا عايزاه. تقدري تشيليه رولات زي كده في اطباق او علب وتخزنيه في الفريزر، ما يحصلوش اي حاجه معاكي خالص على فكره من السنه للسنه. وتقدري تشيليه متقطع زي ما انا بقطعه كده بالظبط. بقطع بالظبط الحجم اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين، بتقطع معايا بكل سهوله. العروق بقى اللي خدناها دي انا بعملها بقى مخلل، يا اما بحطها في المش عندي. بجد بتكون طعمها حكايه. بقطعها قطع صغيره وبعملها يا اما مخلل يا اما في المش. شايفين الرولات بتكون شكلها ازاي؟ لو حابين تحتفظوا بيها كده او حابين تشيلوها كمان متقطعه. تمام كده. هنخلص الكمية بتاعتنا بكل سهولة. الكرنباية اتعملت معانا بسرعة الصاروخ، خطيرة فعلا. شايفين الحجم كله متساوي، الحجم كله قد بعض، بجد يجنن، خطير. تقدروا تشيلوه في المرحلة دي على فكرة كده في أكياس أو علب. نبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. ناخد ورقة ورقة بالشكل ده. لو انتي مبتدئة بقى ولسه أول مرة تعملي المحشي، هتحطيه على طبق أو أي حاجة بالشكل ده، وتبدأي ان انتي تلفيه رول. ما تكتروش بس الرز قوي، لان كده كده الرز بينفش بعد كده، وده بيكون شكل الصباع. ده لو انتي ما بتعرفيش تمسكيه على ايدك. الطريقه التانية اللي هي السهله بقى، ان انتي تمسكي الورقه على ايدك زي كده، وهيتلف معاكي بكل سهوله زي ما قلت لكم. ما تكتروش الرز، ده بيكون شكله بالظبط. مفيش اسهل ولا اطعم من كده. تمام كده. عملنا بقى الحله بتاعتنا، حطينا في الاول خالص شرايح بقى من الطماطم والبصل، وحطيت كمان ورق اخضر من اللي كان موجود في الكرنبايه من بره. كوبايه بقى من المرقه، مرقه اللحمه او الفراخ المتوفر عندك، حطيت عليها معلقه من الصلصه. ولو متوفر عندك معلقه من الصلصه اللي احنا سبكناها يبقى حلو جدا. وابتدي اسقي بيها بالشكل ده. ما تكتروش قوي في التسقيه، تقدروا ان انتوا تسقوها على مراحل، وده هيبقى افضل كتير. هنهز الحله بالشكل ده ونحط طبق يتحمل الحراره على نار عاليه في الاول، وبعد كده نهدي النار. ده على فكره اللي انا خلاص هفرزه، ده اللي اتبقى مني. اخدت معايا بالظبط ساعه وربع على النار. لو احتاجت شوربه بتزودي على نار هاديه. خطيره يا جماعه، الريحه بقى ما اقولكوش حاجه كده اخر جمال. بجد يجنن، لازم تجربوه وتقولوا لي طريقتكم في التسويه وطريقتكم في التقطيع، هل زي دي ولا مختلفه؟
مستنيه رايكم ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، جربوه وباذن الله مش هتندموا خالص. المحشي من الحاجات اللي حلوه قوي قوي للشتاء، لازم تدفوا نفسكم. يلا بينا، باي باي.